انا عارفك يا صديقي المحتار يا اللي عايز تبدأ في عالم الروبوتكس، ولكن للأسف انت مش لاقي المصادر اللي توجهك او الجايد لاين اللي يوجهك انك تبدأ منين، وكمان مش عارف تشوف الحاجات اللي هي متطلبة منك كمهندس روبوتكس تبقى على علم بيها، علشان ان شاء الله يوم ما تنزل السوق المصري او حتى السوق الخارج مصر تبقى على قدر المنافسة مع زمايلك اللي معاك في نفس المجال. وعلشان كده صديقي ان شاء الله قررت اعمل الحلقه دي معاك النهارده. اولا هعرفك اهم 9 نقاط لازم انت كمهندس روبوتكس تبقى على علم بيها، سواء كان بلاتفورم هتستخدمها، سواء كان كورسز محتاج انك تجهز نفسك بيها، او حتى السوفت ويرز هتشتغل بيها، وكذلك لغات البرمجه. وكمان تاني حاجه معانا في الحلقه النهارده هعرفك البوزيشن الخاص بيك، يعني انت كمهندس روبوتكس يوم ما هتنزل سوق العمل هيبقى شغلانتك ايه وايه الوظيفه اللي انت هتقوم بيها. وتالت حاجه معانا ودي المهمه بالنسبه لي هعرفك الشركات اللي انت ليك شغل فيها، وكمان هديك بعض الامثله على الشركات عندك في مصر هنا وكمان خارج مصر. فيلا خلينا نبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا والله بيكم في حلقة جديدة معانا في القناة. والحلقة ديت هتبقى بداية لسلسلة عظيمة ان شاء الله جاية هوضح لك فيها اهم مجالات العمل لخريجي هندسة الميكاترونكس. هنمسك ان شاء الله كل مجال فيهم بالتفصيل الممل، هوضح لك في كل مجال فيهم اهم الكورسات اللي هتأهلك وهتخليك ادفانسد في المجال الخاص بيك دوت، وكمان السوفت ويرز اللي انت هتستخدمها، وكذلك لو في فيتشرز نازله جديده هعرفك بيها باذن الله، وكمان هعرفك البوزيشن الخاص بيك كمهندس في المجال الخاص بيك دون، وكمان هعرفك الشركات اللي انت ممكن تقدر تشتغل فيها. ولذلك يا صديقي تابع معانا السلسله ديت. واول مجال ان شاء الله قررنا ان احنا نبدا بيه انا وهو مجال الروبوتكس، ويعتبر دوت من اعظم المجالات في قسم ميكاترونكس، واللي اصلا قسم ميكاترونكس اتعمل علشانه. وعلشان كده يا صديقي محتاج كده تجهز كوبايه الشاي الخاصه بيك، لان الحلقه ديت هتبقى طويله حبتين ودسمه وفيها معلومات كتير، لازم تسجل المعلومات ديت، وكمان ممكن تحتاج انك تسمع الحلقه ديت اكتر من مره عشان تطلع بيها بالاستفاده الكامله. فيلا خلينا نبدا. لا عيب والله انك تكون نسيت تصلي على النبي الاول، وما تنساش السبسكرايب والشير واللايك وتسيب كومنت الجميل تحت. ويلا خلينا نبدا على بركه الله. واول النقاط اللي هنتكلم عليها النهارده ان شاء الله يا صديقي انا وهي منصه روس. والمنصه ديت لا غنى عنها لاي مهندس روبوتك، وهي اختصار لمصطلح روبوت اوبريتنج سيستم، وهي بكل بساطه عباره عن منصه او بلاتفورم بتساعدك انك تهيئ الروبوت بتاعك وكمان تبرمجه. وميزتها ان هي بتحتوي على تولز او ادوات وكمان لايبراريز وباكج بتساعدك في عمليه البرمجه، وما بتحتاجش انك تكتب الكود بتاعك من A to Z. واهم المكاتب اللي هي بتحتويها زي المكتبه الخاصه بعمليه النافيجيشن، وكمان المكاتب الخاصه بعمليه الاسلام، وكمان المكاتب الخاصه بالكمبيوتر فيجن. ولو فكرت انك تيجي تجرب انك تكتب الاكواد الخاصه بالنافيجيشن او الجزء الخاص بالاسلام من A to Z، صدقني اصلا انت مش هتكلم تعليم الروس وهتسيب المجال اصلا وتحول خالص. وميزه كمان المنصه ديت ان هي اوبن سورس، يعني انت عندك لو حد كان قبل كده كاتب كود ممكن تاخد الكود بتاعه دوت مباشره وتشتغل بيه، او حتى انك تعدل على الكود دوت. وكمان في تول فيها كمان مهمه جدا انا وهي جابيزو. التول ديت هي عباره عن سيموليشن بتحكي لك الواقع الافتراضي اللي مفروض الروبوت بتاعك يمشي فيه، زي انك مثلا تحط صندوق قدامه، تحط بني ادمين هنا، تحط حيطه، وهكذا. بتحاكي الواقع الافتراضي بتاعك، وبتبدا انت مباشره تبرمج الروبوت بتاعك على المنصه دي، وتبدا تشوف هل فعلا هيشتغل وهيعمل المطلوب منه ولا لا. وغالبا لو اشتغل معاك في السيموليشن دوت بنسبه 95% بيشتغل معاك في ارض الواقع، وده بيوري لك مدى اهميه اداه زي جابيزو عندك في روس. وكمان يا صديقي من الحاجات المهمه اللي هي بتميز منصه روس ان هي بتتعامل بنظام النودز. وعشان تفهم موضوع النودز دوت، عندك لو انت بتكتب كود اردوينو بتلاقي عندك ان الكود كله تحت بعضه، سواء انت كان كود BID او حتى كود خاص بالانكودر، او حتى مثلا لو كود عندك بتحكم في عندك في الالارم الخاص بيك، بتلاقي الكود كله مترتب على بعضه. لو حصل فيه مشكله في نقطه في الكود دوت بتلاقي عندك الكود كله مباشره بدا يعلق معاك، واي حاجه شغاله في الروبوت بتاعك او اي حاجه شغاله في المشروع اللي انت شغال عليه بتبدا تفصل تماما.
عندك بقى في روس لا، هو حل المشكله ديت بموضوع استخدام النودز. يعني انت مثلا لو عندك في الروبوت بتاعك بتستخدم كاميرا مثلا ديبس، او بتستخدم عندك فيه لايدار، وعندك بتستخدم مواتير، وعندك فيه مايكرو كنترولر، كل جزئيه من دول بتسمى نود وبتبدا برمجتها خاصه لوحديها، يعني بحيث ان انت لو في نود فيهم حصل فيها اي مشكله النود الثانيه تفضل شغاله. يعني فرضا الموتور عندك حصل مشكله في الجزء البي اي دي الخاص بيه، تفضل عندك اللايدار ويفضل عندك الكاميرا عندك شغاله وبتاخد البيانات وبتخزنها بدون ما يحصل لها اي مشكله. ودي ميزه هتعرف اهميتها لما تخش وتتعمق في الموضوع باذن الله. وبالمناسبه لو قررت انك تتعلم روس، اول ما هتخش المجال دوت هتلاقي ان في عندك اصبح 2 فيرجن موجودين، سواء كان روس 1 او روس 2، ولكن انت في البدايه مطالب منك انك تتعلم روس 1 وتتعلم البيزكس بتاعتها، وبعد كده تتنقل مباشره لروس 2. ودي كده يا صديقي بكل بساطه معنى الروس وايه اهميتها ليك كمهندس روبوتكس. عندك تاني حاجه يا صديقي لازم تتعلمها كمهندس روبوتكس، انا وهي الداتا ستراكشر، او اللي هي معناها هيكله البيانات، وعندك الالجوريزم اللي هي الخوارزميات. خلينا كده نمسك الخوارزميات الاول ونركن الداتا ستراكشر على جنب دلوقتي. عندك انت في حياتك الطبيعيه كبني ادم بتتبع خطوات لو عندك في مشكله معينه علشان تقدر تحل المشكله دي، وكمان لو انت عايز تحقق هدف معين زي انك مثلا تتخرج من الكليه بتبدا تمشي على خطوات معينه انت بتحددها لنفسك علشان تقدر توصل للهدف اللي انت حددته ده. وده بكل بساطه معنى الالجوريزم او الخوارزميات، هي عباره عن خطوات ان انت بتتبعها علشان توصل لهدف او انك تحل مشكله في حياتك الشخصيه. ودي اوقات بنمثلها بالفلو شارت اللي احنا بنبداها في اي مشروع، بنحدد الستارت اب عند او الستارت، وبعد كده الستيبس اللي احنا هنمر بيها لغايه الاند عندك او الجزء النهائي بالنسبه لي. فبالتالي انت لو عندك تاسك تبدا بتمشي على ستيبس معينه علشان توصل للجول او الهدف الخاص بيك. طب لو عندك بروبلم او مشكله تبدا برضو تمشي على ستيبس معينه عشان توصل للسوليوشن او الحل الخاص بالمشكله دي. طب لو جينا بقى اسقطنا الكلام دوت على جزء البرمجه، لان انت اصلا بتتعلم الخوارزميات او الالجوريزم عشان تبدا تحسن بيه الكود بتاعك، وخاصه لو انت بتعمل كود معقد وفيه ستيبس كتير، فبالتالي انت لازم تتعلم الخاصيه ديت عشان تحسن كفاءه الكود بتاعك. فبالتالي لو جينا اسقطنا الموضوع دوت على الجزء البرمجي، لو عايز تعمل فيتشر جديده في الابلكيشن بتاعك ده، هنا بتمشي على ستيبس بتاعتك عشان توصل في الاخر للجول. طب لو عندك بروبلم او عندك مشكله، هنا بتبدا حاجه اسمها البج، ده بالنسبه للجزء البرمجي. فبالتالي يا صديقي الخوارزميات ما هي الا ستيبس او خطوات احنا بنتبعها اثناء كتابه الكود بتاعنا، بحيث ان احنا في الاخر سواء كنا هنحل مشكله او هنوصل لهدف معين. ولكن في نقطه مهمه وانت بتتبع الخوارزميات، مش معنى ان انت وصلت للهدف اللي انت عايزه او انك حليت المشكله تبقى الخوارزميات بتاعتك دي فعاله. لازم علشان اقول ان الخوارزميات ديت فعاله وشغاله بشكل صحيح، ان الخوارزميات ديت تتبع الشورت باث، يعني تشوف اقصر طريق ان هي ممكن تسلكه علشان تحقق لك التارجت بتاعك او المهمه اللي انت عايزها، او ان هي تحل المشكله الخاصه بيك. فبالتالي احنا لو طبقنا موضوع الشورت باث دوت في الجزء البرمجي بالنسبه لك، ده بالنسبه لك معناه ان انت بتقلل استهلاك المعالج، وكمان بتقلل استهلاك الذاكره، وبتخلي الكود بتاعك اكثر كفاءه. ده كده بكل بساطه معنى الالجوريزم. نيجي بقى للنقطه الثانيه معانا انا وهي الداتا ستراكشر او هيكله البيانات. ومن اسمها يا صديقي هتقدر تعرف ان هي عباره عن طريقه تخزين وترتيب البيانات الخاصه بيك بصوره معينه. خليني كده اضرب لك مثال سريع عشان تعرف اهميه الداتا ستراكشر. خلينا كده نفترض انك واحد دلوقتي رايح المكتبه او مكتبه الاسكندريه علشان تشتري كتاب معين، ولكن للاسف حصل فيه هرجله في المكتبه والكتب كلها دخلت في بعضيها، سواء بقى كانت الكتب الثقافيه او التاريخيه او حتى كتب الروائيه، كل الكتب ديت دخلت في بعضيها وما عادتش موجوده بشكل منظم. فبالتالي لو انت دخلت عشان تدور على كتاب معين، شوف المجهود اللي انت هتاخده علشان تطلع الكتاب دوت، والوقت اللي انت هتستهلكه علشان تقدر تلاقي النسخه اللي انت عايزها. على الجانب الثاني لو انت رحت دخلت المكتبه ديت ولقيتها منظمه، رصص لك الكتب الثقافيه على جنب والتاريخيه على جنب والروائيه على جنب، وكمان حاطط لك الفهرس اللي انت تتبعه علشان توصل للكتاب المعين دوت، فبالتالي انت هنا بتوفر وقت وبتوفر مجهود. ده هنا معنى الداتا ستراكشر او هيكله البيانات بكل سهوله، انك تقدر تخزن البيانات اللي جايه لك سواء كانت من سنسور او حتى جايه لك من المايكرو كنترولر اللي انت شغال بيه،
تقدر تخزنها بشكل معين بحيث ان انت اول ما تستدعي البيانات ديت تقدر تستدعيها بكل سهوله بدون اي تعقيد. وده هنا يا صديقي بيبدا يوفر معاك استهلاك المعالج زي ما حصل في الجزء بتاع الخوارزميات، وده هنا بيبدا يخلي الكود بتاعك كمان اكثر فاعليه. وده كده بكل بساطه معنى الداتا ستراكشر او هيكله البيانات ومعنى الالجوريزم او الخوارزميات. ونيجي لثالث نقطه مهمه معانا يا صديقي انا وهي البروتوكولز. وبكل بساطه معنى البروتوكولز ان انت هنا بتحط قواعد او اتفاقيات بتتفقوا عليها اثناء التواصل، سواء كان الاتصال دوت بين شخص او اخر او حتى اتصال بين جهازين. بنحط القواعد ديت علشان نضمن سلاسة الاتصال وان الاتصال يتم بشكل صحيح، وكمان لو في نقل داتا يتم بشكل صحيح. عندك مثلا فرضا ان انا دلوقتي هنزل هقابل مثلا واحد اسمه احمد، فبالتالي انا قبل المقابله انا بتفق معاه انا لو هنزل اقابلك لازم اولا ان اللغه الرسميه للمقابله تبقى اللغه العربيه، ثانيا لو انا هنزل اقابلك لازم يبقى في مكان معين نتقابل فيه، ثالثا لو هننزل نتقابل يبقى اللبس بتاعنا يونيفورم، ما تجيش مثلا لابس لي شورت او لابس لي تي شيرت او الكلام ده، لا اللبس بتاعك يبقى يونيفورم. وهكذا بقى تبدا تتفقوا على كذا حاجه بحيث ان انت اول ما تنزل تقابل الشخص دوت عشان يبقى انت ضامن ان شاء الله يوم ما هيحصل تواصل بينك وبينك او حتى نقل معلومات بينك وبينك تبقى انت ضامن ان المعلومات ديت هتتنقل بشكل صحيح، وكمان التواصل هيبقى مستقر بينك وبينه. واظن يا صديقي اصلا ان موضوع البروتوكولز دوت مشهور في حياتنا اليوميه العاديه احنا كبشر. خلي كده النهارده رئيس دوله ما يروح يزور رئيس دوله ثانيه هتلاقي مصطلح البروتوكولز دوت بدا يذكر في الموضوع دوت. هتلاقي ان الدوله ديت اللي هو اللي راح الرئيس يزورها بتحدد قواعد واتفاقيات معينه للزياره ديت، سواء مثلا المكان اللي هتقابل فيه، النظام نفسه اللي هتستقبل بيه الرئيس، السلام، اللبس اللي هيتلبس، وكمان طريقه الحوار سواء يكون في مترجم وقتها او هم يفهموا لغه الحوار مع بعض وهكذا. لو انت جيت دخلت سرشت على البروتوكولز الخاص بزياره الرئيس هتلاقي اصلا كل دوله عندها بروتوكول خاص بيها وبتتعامل بيه. ده كده بالنسبه لحياتنا اليوميه. وكمان يا صديقي عندك في بروتوكول مشهور جدا اثناء تصفحك اليومي انا وهو ال HTTP، هتلاقيه دايما ظاهر عندك على اي موقع بتخشه على اي متصفح عندك. ودي طبعا تبقى اتفاقيات مسؤوله عن الاتصال او الكونكشن اللي بيحصل بقى بس خلال الويب او السيرفر الخاص بيه وهكذا. ممكن تخش تسيرش على الموضوع دوت. وده كده بكل بساطه معنى البروتوكولز. واهميه البروتوكولز دي بتيجي ان انت مثلا شغال في مشروع وعندك جايب حاجه مثلا زي الراسبيري باي او جيتسون وعندك فيه اردوينو او تيفا سي وعايز يحصل كونكشن ما بين الاثنين وان دوت ينقل الداتا لدوت ويحصل اتصال ما بينهم، وده اصلا شغال بمعماريه ونظام غير دوت. فهنا بقى البروتوكول هي اللي بتحدد شكل الاتصال عامل ازاي علشان نقدر ننقل الداتا بين الجسمين دول. وده كده بكل بساطه معنى البروتوكول. نيجي بقى لرابع نقطة مهمة معانا النهاردة أنا وهي الايمج بروسيسنج. وزي ما احنا عارفين يا صديقي إن أي صورة عندك موجودة بتتكون من البكسل، والبكسل دوت عبارة عن RGB، بمعنى إن هو بيبقى عبارة عن درجات من اللون الأحمر والأزرق والأخضر عندك، وده اللي في الآخر اللي بيشكل لك الصورة كاملة. حتى وانت بتيجي تشتري التليفونات بيجي يقول لك الكاميرا الخلفيه 50 ميجا بكسل، مش عارف 60 ميجا بكسل، 30 ميجا بكسل، وده معناه ان الصوره الواحده عندك بيبقى فيها كام بكسل، وده طبعا هنا بيحدد لك الدقه بتاعه الصوره. فطبعا كل ما كانت البكسل اكتر كل ما كانت جوده الصوره احسن. طب انا ليه بقول لك الكلام دوت دلوقتي؟ عندك دلوقتي لو انت شغال على مشروع وعايز تركب في المشروع دوت كاميرا تعمل لك مثلا ديتكشن او تتعرف على حاجه حواليها، فبالتالي انت عارف وانا عارف ان المعالج او المايكرو كنترولر بيتعامل بنظام الباينري اللي هو الزيرو والوان، فمش هينفع ان انا اخد الصوره ديت عباره عن بكسل وابصيها على طول للمعالج دوت، اصلا مش هيفهم هي عباره عن ايه. فبالتالي اول حاجه بتحصل ان البكسل دوت او الصوره اللي عندك ديت بتبدا تتحول لماتريكس كبيره بيسهل للمعالج بان هو يتعامل معاها، وعندك كل بكسل في الصوره دوت بيتحول لماتريكس عباره عن 1:3، يبقى فيها كده 3 خانات بتحدد كل درجه لون موجوده عندك. يعني مثلا اللون الاحمر 100، اللون الازرق مثلا 150، اللون الاخضر 200، وهكذا. يعني في الاخر الصوره بتاعتك بتبقى عباره عن ماتريكس بيسهل للمعالج ان هو يعمل العمليات عليها. وده هنا كده بكل بساطه الايمج بروسيسنج، ان هي بتاخد الماتريكس الخاصه بالصوره وتبدا تعمل عليها العمليات الخاصه بيك، سواء انك بقى وقتها محتاج مثلا تفرق بين الانسان والجماد، سواء مثلا تعمل افويدنج لو في مثلا حيطه قابلتك مره واحده. ده كده بكل بساطه الايمج بروسيسنج.
وكمان في نقطه مهمه، وانت كمان شغال على الايمج بروسيسنج بيبقى على 3 مستويات، وانت بتختار المستوى اللي انت هتشتغل فيه. عندك اول مستوى اللي هو ال2 دي، انك تشتغل بس في الاكس والواي، اي بمعنى صح انك بتشوف بس الاليفيشن بتاع الصوره بتاعتك، مالكش دعوه بقى ان هي جوه العمق بتاعها قد ايه ولا الكلام ده، مجرد بس انك بتحدد الاليفيشن بتاعك شكله ايه، وعلى اساسه بتبني القرار بتاعك. عندك تاني مستوى ممكن تشتغل عليه اللي هو المستوى ال 3 دي، شغال عندك على الاكس والواي والزي، بتعرف الاليفيشن وكمان بتعرف العمق بتاعك بتاع الصوره دوت بيبقى قد ايه. ده نظام ال 3 دي. عندك بقى تالت مستوى وده المستوى الادفانسد بالنسبه لك، انك تتعرف على الحجم بتاع الصوره، مش مجرد انك تعرف العمق وانك تعرف الاكس والواي زي بس، لا ده انا كمان عايز اعرف الحجم، يعني اقدر افرق بين وجود ازازه وان مثلا الاقي فيل مره واحده بيقابلني. ده كده بكل بساطه الايمج بروسيسنج، وان شاء الله تكون فهمت معايا المقصد منه. وطبعا انت لما تيجي تخش في الكورسات وتبدا تتعلم هتلاقي المصطلحات ديت بتقابلك، انا عشان كده انا بذكرها لك عشان لما تيجي تقابلها تبقى انت خلاص عندك خلفيه عنها. وطبعا انت اول ما تخش هتلاقي طبعا في معلومات اكتر من كده، اللي احنا بنقوله دوت ما هو الا قشور او بدايه انك تتعلم الحاجات دي. عندك خامس جزئيه معانا صديقي النهارده انا وهو الجزء الخاص بالبروجرامينج. عندك هنا في 3 لغات لازم ولا بد تتعلم لغه منهم. عندك مثلا اول اللغات ديت اللي هي سي بلس بلس، وعندك لغه زي بايثون، وعندك في الجافا. طبعا الجافا ديت ما بتستخدمش بشكل شائع، ولكن هي ميزتها ان انت بتسهل عليك التعامل مع الاريز. فاكر انت لما شرحنا في جزء الداتا ستراكشر ان انت هنا بتنظم البيانات وبتخزنها بشكل سليم عشان لما تيجي تستدعيها تقدر تستدعيها بسهوله؟ هنا بقى بتيجي فائده الجافا اللي هي بتتعامل مع الاريز بكل سهوله، اللي انت بتخزن فيها البيانات بتاعتك. يعني انت دلوقتي لو جيت فرضا ان انت عايز تنسخ اري او بيانات من اري دوت تحطها في اري تاني، لو انت تستخدم لغه مثلا زي السي بلس بلس او بايثون كنت بتحتاج قبل كده انك تبدا تعمل لوب وتنسخ كل قيمه في الاري دوت في الاري التاني، وتبقى مشوار طويل كده عشان بس تنسخ حته اري للتاني. عندك في الجافا الموضوع اسهل من كل الكلام دوت، مجرد انك 3 نقط بتحطهم جنب الاري اللي انت عايز تنسخه وخلاص كده مبروك عليك الاري اتنسخ بكل سهوله. دي كده الميزه اللي عندك للجافا. عندك تاني لغه معانا اللي هي السي بلس بلس، وعندك اللغه ديت لا هي لو ليفل لانجوج ولا هي هاي ليفل لانجوج، وبتسمى بالميد ليفل لانجوج. طب يعني ايه لو ليفل اصلا ويعني ايه هاي ليفل؟ عندك زي ما احنا اتفقنا ان الاله او الكمبيوتر بتاعك بيفهم لغه الباينري اللي هو الزيرو وال1 بس، فبالتالي انت كل ما قربت من حته الباينري دوت او الزيرو وال1 دي بتعتبر معاك لغات اللو ليفل زي مثلا لغه الاسمبلي. وعندك كل ما تقرب للغه البني ادمين او الانسان يقدر يفهم اللغه ديت دي بتعتبر معاك اللغات اللي هي الهاي ليفل زي مثلا لغه بايثون. فبالتالي عندك هنا السي بي بي هي واخده من اللو ليفل والهاي ليفل، وده هيديها ميزه هتفهمها قدام. طب ايه هي الميزات اللي واخداها من اللو ليفل؟ عندك هنا لغه السي بي بي بيبقى ليها الاكسس ان هي تتحكم في مساحه التخزين عندك اللي هو بيسمى بالبوينتر، ودي ميزه جباره بتخلي اللغه او لغه البرمجه اللي هي لها اكسس ديت بتخلي الكود بتاعك اكثر فاعليه واكثر استجابه من اي كود تاني. طب ايه هي المميزات اللي بتميزها كلغه هاي ليفل؟ ان هي بتدعم الاو او بي اللي هو الاوبجكت اورينتد بروجرامينج، وعندك كمان بتدعم حته الكلاسز، والكلام ده ان شاء الله هتفهمه لما تتخصص في اللغات ده كده بكل بساطه لغه السي بي بي. عندك بقى لغه زي بايثون، اللغه ديت بتصنف كهاي ليفل لانجوج، حتى انت لما تيجي تسال حد ابدا بلغه السي بي بي او لغه بايثون بتلاقي دايما على طول بيوجهك لغه بايثون لانها بتبقى اسهل كتعامل بالنسبه لنا كبشر. فبالتالي اللغه عندك ديت بما ان هي هاي ليفل، اولا عندك بتدعم الاو او بي زي ما وضحت لك في السي بلس بلس، وكمان بتدعم الكلاسز، وكمان فيها ميزه عن باقي اللغات ان هي بتدعم مكتبات كتير بتوفر ليك الوقت اثناء كتاب الكود، بدل ما تكتب الكود بتاعك كاملا من A to Z لا انت في عندك لايبراري جاهزه بتعمل لك الحاجات اللي انت عايزها ديت مباشره زي ما وضحنا كده في البلاتفورم الخاصه بروس. وعندك اشهر المكتبات اللي هي بتدعمها بلغه بايثون، عندك مكتبه زي الاوبن سي في او اللي هي بيطلق عليها اوبن كمبيوتر فيجن، ودي بتبقى خاصه بالكمبيوتر فيجن او الايمج بروسيسنج اللي احنا ذكرناه في جزئيه الايمج بروسيسنج. عندك في مكتبه ثانيه اللي هي النوميريكال بايثون او النبي بي واي، دي بتستخدم عندك في المعادلات الحسابيه، وكمان ان هي تتعامل مع الماتريكس اللي انا وضحت لك ان اصلا الصوره وهي داخله للمايكرو كنترول بتاعك بتبقى عباره عن ماتريكس، فهنا بقى بتبدا العمليات الحسابيه بتتم عليها عن طريق المكتبه ديت. عندك ثالث مكتبه معانا بتدعمها البايثون اللي هي تنسور فلو، ودي مكتبه مخصصه لتعليم الاله وان هي بتدعم جزئيه الاي اي.
دي كده اشهر 3 مكتبات بتدعمهم البايثون. وطبعا في عندك لايبريز ثانيه كتير مش مجرد ال3 لايبراري اللي احنا ذكرناهم دول، وان شاء الله اثناء مرحله التعلم هتكتشف كل الكلام دوت. فدلوقتي صديقي شوف انت هترتاح لايه وابدا اتعلمه، ويا حبذا لو جمعت باللغه بايثون وعندك اللغه اللي هي سي بلس بلس. ده كده الجزء الخاص بالبروجرامينج. عندك سادس حاجه معانا النهارده يا صديقي انا وهي الروبوتكس كاينماتكس. وخلينا كده متفقين في البدايه ان انت كمهندس روبوتكس لازم ولا بد تبقى على علم بيها. عندك في الروبوتكس كاينماتكس حاجه زي الفورورد كاينماتكس، ودي عباره عن ماتريكس بتبدا تكونها عن طريق الدي اتش كونفنشن. ودي طبعا مش هخش في تفاصيلها حاليا لان احنا ان شاء الله ممكن مستقبلا نعمل حلقه كامله عن الموضوع دوت. فبالتالي دلوقتي انت بتكون ماتريكس عن طريق اللي هو الدي اتش كونفنشن، وعن طريق الماتريكس دي بتحدد البوزيشن الاند افكت بتاعك عن طريق انك تحدد الزوايا لكل موتور لكل جوينت عندك. لو تفتكر يا صديقي في الحلقه اللي كنا بنتكلم فيها عن مشروع الانسبكشن ارم، واللي بالمناسبه تقدر تتفرج عليه من خلال علامه الاي اللي هتظهر لك هنا، وكمان هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن تحت. لما ذكرت لك وفهمتك ان الروبوت بتاعك ما هو الا عباره عن بيز ثم جوينت ثم لينك ثم جوينت ثم لينك ثم في الاخر الاند افكت بتاعك. فبالتالي دلوقتي علشان انت تحرك الاند افكت بتاعك وتوديه لبوزيشن معين لازم تدي للجوين بتاعك ديت او المواتير اللي هي موجوده في الجوين ديت زوايا معينه علشان توصل للبوزيشن دوت. فهنا اللي بيربط لك العلاقه دي مع بعض بين البوزيشن والزوايا او الانجل الخاصه بالموتور هي الفورورد كاينماتكس او الماتريكس الخاصه بالفورورد كاينماتكس. طب انا دلوقتي خلينا نفترض ان احنا خلصنا طلعنا الماتريكس وعملنا العلاقه الرياضيه دي وطلعناها، انا هستفاد بيها ايه كمشروع بتاعي او انا هستخدمها فين؟ فدي كده بيخلينا نيجي للنقطه المهمه الثانيه، ان انت الماتريكس ديت بتاخدها وتبدا تحولها ككود برمجي علشان تقدر تستخدمها عندك في المشروع الخاص بيك. يعني انت دلوقتي بعد ما عملت الماتريكس، ولو خدت بالك ان انا قلت لك اصلا في عندك لايبراريز زي النيوميريكال بايثون تبدا تتعامل مع الماتريكس وبتبدا تتعامل مع العلاقات الرياضيه عندك. فبالتالي بتروح جاي واخد الماتريكس ديت تعمل لها انسيرت في الكود بتاعك وتبدا تشتغل عليها. وده كده بكل بساطه معنى الفورورد كاينماتكس، ان هي علاقه بين البوزيشن اللي رايح للاند افكت وبتحدد البوزيشن دوت عن طريق معرفه الزوايا الخاصه بكل جوينت عندك. تاني حاجه مهمه في موضوع الكاينماتكس دوت انا وهي الانفيرس كاينماتكس، ودي من اسمها هي عكس الفورورد كاينماتكس. احنا في الفورورد عشان نحدد البوزيشن بتاع الاند افكت كنا لازم نعرف الزوايا بتاعه كل جوينت. عندك بقى دلوقتي العكس، تبقى انت عارف البوزيشن بتاع الاند افكت وبالتالي عن طريق البوزيشن دوت بتعرف الزوايا الخاصه بكل جوينت عندك. ودي برضو بتبقى ماتريكس بتكونها وبتعمل علاقه بين البوزيشن والزوايا وتبدا عن طريقها تطلع اللي انت محتاجه. ده كده بكل بساطه الجزء الخاص بالروبوتكس كاينماتكس. عندك سابع نقطه معانا النهارده صديقي انا وهي الكنترول سيستم، وانا مش هاخد في الموضوع ده كتير لان انا اصلا عامل لك حلقه مفصله عن البي اي دي كنترول او الكنترول بشكل عام، تقدر تتفرج على الحلقه ديت من خلال علامه الاي هتظهر لك هنا، وكمان هسيب لك اللينك بتاعها في الديسكربشن تحت. هوضح لك كده بشكل سريع معنى الكنترول لغايه ما تتفرج على الحلقه باذن الله. خلينا كده نفترض دلوقتي ان انت عندك في مواتير هتستخدمها في المشروع بتاعك، فبالتالي دلوقتي عشان تخلي المواتير ديت تتحرك بدقه وان انت تديها الاشاره للحركه بتاعتها، سواء انت كنت عايز تتحكم مثلا في سرعه لو انت مثلا بتعمل عربيه، او حتى تتحكم في بوزيشن لو انت عامل مثلا روبوت وعايزه مثلا يشيل حاجه من مكان يوديها مكان تاني. فبالتالي دلوقتي عشان تقدر تتحكم بدقه في المواتير ديت لازم تستخدم جزئيه الكنترول وبالاخص البي اي دي كنترول عشان تقدر تتحكم في الموتور دوت بكل سلاسه. وكمان عندك من اهميه الكنترول ان هو بيساعدك في جزئيه الايرور كوركشن او تصحيح الاخطاء. ده كده بكل بساطه معنى الكنترول. وكمان تقدر تتفرج على الحلقه بشكل مفصل هسيبك في الديسكربشن تحت، هتلاقي كمان بطبقت معاك بشكل عملي وكمان شرحت لك الجزء النظري. ده كده الجزء الخاص بالكنترول. عندك تامن جزئيه معانا انا وهي المايكرو كنترولرز او المتحكمات اللي انت هتستخدمها اثناء عملك في مجال الروبوتكس. ولازم ولا بد صديقي قبل ما تستخدم اي متحكم عندك لازم تعرف طبيعه المتحكم دوت، سواء لغه البرمجه اللي انت هتقدر تبرمجه بيها او حتى المعماريه اللي شغال بيها، سواء كان شغال بمعماريه ال 32 بت او حتى معماريه ال 16 بت. ولكن وانت شغال في جزء الروبوتكس يفضل انك تستخدم المتحكمات اللي هي بتستخدم معماريه ال 32 بت، ودي طبعا بتديك اداء اسرع واستجابه اسرع وكمان معالجه اسرع من اي متحكم تاني. ومن المتحكمات اللي هي بتستخدم معماريه ال 32 بت
عندك مثلا متحكم زي الاس تي ام 32 وعندك الاي اس بي 32. ده كده بكل بساطه الجزئيه الخاصه بالمايكرو كنترولرز. نيجي بقى لتاسع نقطه معانا انا وهي الجزء الخاص بالديزاين. لو تفتكر لما شرحت لك في الحلقه الخاصه بالميكاترونكس، انا هسيبها لك برده في الديسكربشن تحت، وضحت لك ان انت كمهندس ميكاترونكس لازم ولا بد تبقى فاهم اساسيات التصميم، زي انك مثلا ترسم رسم 2 دي او حتى الرسم 3 دي او حتى انك تعمل اسمبلي او انك حتى تعمل موشن للتصميم بتاعك على السوفت وير اللي انت تستخدمه. وعندك من السوفت ويرز اللي انت ممكن تستخدمها في موضوع الديزاين دوت عندك مثلا السوليد وورك، عندك الانفنتور، عندك فيوجن. ليك انت بقى حريه الاختيار انك تستخدم اي برنامج فيهم. وده كده يا صديقي التسع نقاط اللي انت ان شاء الله لو اتبعتهم هيبقى عندك نظره مهندس الروبوتكس وتقدر تنافس في سوق العمل. ده كده اول جزئيه معانا في الحلقه النهارده. نيجي للجزئيه الثانيه معانا النهارده انا وهي البوزيشن الخاص بيك كمهندس روبوتكس وكمان الشركات اللي انت تقدر تشتغل فيها. انت كمهندس روبوتكس عندك كذا بوزيشن ممكن تشتغل فيهم. اولا انك تشتغل في الجزء الخاص بالصيانه، ثانيا ممكن تشتغل في الجزء الخاص ببرمجه الروبوتكس، ثالثا عندك جزئيه خاصه بتصميم الروبوتكس. يبقى انت كده عندك اما تعمل صيانه، اما تشتغل على برمجه الروبوتكس، لا اما تشتغل اصلا على التصميم الخاص بالروبوتكس. وفي احيانا ممكن تجمع بين الثلاث شغلانات دول مع بعض لو الامكانيات بتاعتك تسمح لك انك تعمل دوت. طب ايه هي الشركات اللي انت ممكن تشتغل فيها وكمان امثله عليها في مصر هنا؟ اول الشركات ديت، وهبدا معاك من الليفل الاعلى للليفل الاقل. اول الشركات ديت اللي هي الشركات اللي اصلا عندها خطوط انتاج وبتصنع الروبوتكس، زي مثلا شركه مارسيز عندك هنا في مصر، وعندك في شركه زي اير تكنولوجي عندك برضو في مصر بتصنع عندك الروبوتكس من A to Z. دي شركات ممكن تشتغل فيها كبوزيشن مثلا انك تبرمج الروبوتكس او حتى انك تساعد في تصميم الروبوتكس او حتى في الصيانه مع المدى البعيد. تاني شركات معانا اللي انت ممكن تشتغل فيها الشركات اللي هي ما عندهاش خطوط انتاج الروبوتكس، ولكن هي ممكن تقدم الخدمه ديت لاي عميل عايز يحول خط الانتاج بتاعه عنده لروبوتكس. تبدا الشركات ديت تشتري الروبوتكس دوت من بره وبتجيبه مثلا 6 ديجري فريدم او 7 ديجري فريدم، ولكن بتجيبه من غير الاند افكت بتاعه والبرمجه الخاصه بيه، وتبدا هي تركب الاند افكت على حسب طلب العميل، وكمان تبرمج الروبوت دوت على حسب رغبه العميل وتبدا تركب له الروبوت دوت عنده في خط الانتاج. وعندك من الوكلاء اللي عندك في مصر هنا اللي بيقدموا الخدمه ديت زي شركه الاي بي بي، وعندك شركه زي شركه كوكا، وديت الفروعهم الاساسيه او اللي هي المصنعه اصلا للروبوتات خارج مصر، زي عندك مثلا في المانيا. عندك ثالث شركات معانا اللي انت تقدر تشتغل فيها اللي هي الشركات اللي هي السيرفيس بروفايدر. دي شركات بتقدم الصيانه والمتابعه الشهريه او الدوريه للروبوتات. يعني هي شركات لا عندها روبوتات ولا اصلا بتركب لك روبوتات، ولكن كل مهمتها ان هي تعمل لك الصيانه للروبوتات دي وكمان متابعه شهريه ليها. دي طبعا ممكن تشتغل فيها كشخص صيانه او انك حتى تعلم العملاء ان هم ازاي يستخدموا الروبوتات ديت. عندك بقى رابع الشركات معانا اللي انت ممكن تشتغل فيها انا وهي الشركات الاند يوزر. دي الشركات اللي ركبت عندها الروبوتكس وبدات تستخدمها في خطوط الانتاج، بدل ما هو دايما يستعين بشركه خارجيه بره تيجي تشغل له الروبوتكس او تشغل له خط الانتاج بتاعه، بيبدا هو يعين مهندس روبوتكس يبدا يشرف له على خطوط الانتاج ديت، وكمان لو قدر الله حصل فيه مشكله يبدا هو كمان يصين الروبوتكس ديت. زي مثلا عندك في شركه بيبسيكو، عندك مثلا شركات زي الغبوري جروب، عندك في شركات زي مرسيدس في تجميع السيارات، عندك في شركات كتير قوي في مصر حاليا بدات تستخدم الروبوتكس عندها في المصانع. ودي طبعا بيبقى فرصه ليك انك تنزل تشتغل في الشركات دي سواء كان مهندس صيانه او حتى كاشراف على خطوط الانتاج ديت وهي شغاله. ده كده بالنسبه لنا الاربع شركات اللي انت ممكن تشتغل فيهم. وكمان اديتك امثله عندك في مصر شركات مصنعه زي مارسيز واير تكنولوجي، عندك هنا وكلاء زي شركه اي بي بي، وعندك شركه كوكا، وعندك في تقريبا شركه دلتا اوتوميشن، ودي كمان بتقدم روبوتات تعليميه. ممكن برضو تسيرش على الموضوع دوت. وكمان يا صديقي عايز اقول لك لو انت دخلت عندك على جوجل مابس وكتبت بس كده روبوتكس كومبانيز ان ايجيبت هتلاقي عندك ظهر لك جميع الشركات اللي هي ليها علاقه بمجال الروبوتكس. ده كده بكل بساطه البوزيشن الخاص بيك وكمان الشركات اللي انت هتشتغل فيها ان شاء الله. احنا كده صديقي وصلنا لاخر الحلقه، هي طويله حبتين بس الحلقه دسمه ومحتاجه منك زي ما انا وضحت لك ورقه وقلم وتسجل الحاجات المهمه ديت، وكمان ممكن تحتاج انك تتفرج عليها اكثر من مره. شوفوا ان شاء الله ايه المجال اللي انتوا حابين نتكلم عليه الحلقه الثانيه. ولو وصلت لغايه هنا مش محتاج اقول لك ما تنساش السبسكرايب والشير واللايك وتسيب كومنتك الجميل تحت. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. See you soon واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله.